بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي وفوز النادي الاهلي ب4-1 على الزمالك خلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فعلا بقى في السطلانة. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية النادي الاهلي امام الزمالك، يعني قمة الكوميديا. لو انت زهقان طهقان متضايق مخنوق، تعالى اسمع تعليق مرتضى منصور وانت تطلع من الهم والكرب وتضحك وتبقى اخر انبساط وروشنة. كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن سر فوز الاهلي امام الفريق ب4-1 في منافسات الدوري المصري. اكد مرتضى منصور عبر الاذاعة الداخلية لنادي الزمالك. عبر ايه؟ عبر الاذاعة الداخلية. ازاي عبر الاذاعه الداخليه؟ مسك الميكروفون وفتح الاذاعه الداخليه وقعد يتكلم مع اعضاء نادي الزمالك، ويتكلم ويوجه رسالته ويأكد ويكشف ازاي الاهلي فاز على الزمالك جوه نادي الزمالك، على اساس ان نادي الزمالك ده هو بس المبنى، او نادي الزمالك هو ما بس اعضاء نادي الزمالك. نسى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان الزمالك مش اعضاء ولا مبنى، الزمالك جمهور زي الاهلي. الكيان الاهلي هو جمهور النادي الاهلي. مبنى او كيان من غير جماهير ما تسواش اي حاجة. فلما تيجي توجه كلامك، وجه كلامك من خلال اليوتيوب، من خلال قناة النادي الرئيسية دي، عشان توصل لكل جمهور نادي الزمالك. لكن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فتح الإذاعة الداخلية لنادي الزمالك واتكلم وقال إن ما حدث غير منطقي ولا يمكن تصديقه، مشددا إن المباراة شهدت أحداث غريبة. إيه الأحداث بقى الغريبة اللي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول شافها في المباراة؟ لقى ان فوز النادي الاهلي فوز غير طبيعي وغير منطقي. فمرتضى منصور قال ان السحر الاسود سر فوز الاهلي. قال ان ده غير الاهداف السهله. كمل كلامه، قال ده غير الاهداف السهله التي سجلها الاهلي في مرمى محمد صبحي. وما حدث ليس له إلا تفسير واحد من وجهة نظر مرتضى منصور، وهو السحر الأسود. بنفس اللفظ كده قال ده غير الأهداف السهلة التي سجلها الأهلي في مرمى محمد صبحي. وما حدث ليس له إلا تفسير واحد، وهو السحر الأسود الذي يستخدمه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. واكد رئيس نادي الزمالك انه لن يصمت تجاه ما يفعله الخطيب، يعني هو مش هيسكت على اللي بيعمله كابتن محمود الخطيب، وسيتخذ موقفا حاسما ضد كل ما يحدث. يعني مرتضى منصور كل اللي هو شافه رئيس نادي الزمالك المعزول، بما انه معزول، كل اللي شافه في مباراة الامس وفوز النادي الاهلي برباعية، كل اللي شافه ان اللي حصل ده احداث غير منطقية، والاهداف اللي دخلت في صبحي اهداف سهله وغير منطقيه. والسبب التفسير ليها ان محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بيستخدم السحر والشعوذه. السحر مش السحر الشعوذه العاديه، لا، السحر الاسود بالذات. يعني كابتن محمود الخطيب حبه يبقى ارهابي، حبه اخواني، حبه مش عارف يعني خارج على القانون، حبه بيستخدم السحر والشعوذه. يعني احنا مش عارفين هو كابتن محمود الخطيب هو اخواني ولا ارهابي ولا يعني بتاع سحر وشعوذة ولا ايه بالظبط. يعني فاضل شوية ويطلع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يكون بقى جاسوس علينا هنا ولا حاجة، ولا يكون جاي من دولة اسرائيل ومتخابر على الدولة المصرية عشان خاطر رئيس نادي الزمالك يستريح، ونحضر بقى مشنقة لكابتن محمود الخطيب عشان خاطر ان احنا نعدمه في ميدان عام بسبب الكورة، بسبب الاهلي والزمالك. عموما دي حاجات غير منطقية تتقال من رئيس معزول بتاع رئيس نادي الزمالك. يعني بدل ما يقول اللعيبة ما خدتش مستحقاتها، اللعيبة لها فلوس متأخرة نتيجة الظروف المحيطة، نتيجة الخطة البايظة بتاعت المدرب، اللعيبة بتلعب وهي يعني عليها ضغوط نفسية ومالية و في حاجات كتيرة جدا ممكن تقولها ونقولها، لكن رئيس نادي الزمالك ساب كل شيء منطقي، ساب كل شيء منطقي ومسك في السحر والشعوذة. على كده احنا في النادي الاهلي
المفروض ان احنا مش نفوز بالدوري ومش نفوز بالكاس والسوبر المصري والسوبر الافريقي، ومش مفروض بس نفوز ببطولة افريقيا، لا احنا المفروض نفوز كمان بكاس العالم للأندية. وبما ان النادي الاهلي قادر انه يفوز بالكاس العالم للأندية بالسحر والشعوذة، احنا كمان ممكن نفوز بكاس العالم بالسحر الاسود ما دام احنا قادرين على كده. وما دام احنا قادرين على كده المفروض بقى الدول اللي عندها سحر اسود زي الافارقه والمغرب والدول اللي هي ديت، المفروض ان هي تفوز بقى بكاس العالم للانديه، ولا في برازيل ولا ايطاليا ولا المانيا ولا اي دول ديت، كل الدول ديت تركن على جنب كده عشان خاطر رئيس نادي الزمالك ساب كل حاجه منطقيه في الكوره وبيتكلم على السحر الاسود. وكابتن محمود الخطيب بيستخدم السحر الاسود في فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك والفوز بجميع البطولات. عموما ده كان تعليق مرتضى منصور. معانا خبر آخر عن النادي الأهلي، وهو إن محمد شريف جاي له عرض تركي. النهارده او بيعقد مسؤول النادي الاهلي جلسه خاصه خلال الايام المقبله مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لمعرفه رايه في بعض الامور الفنيه التي تخص الفريق، وفي مقدمتها العروض التي وصلت للنادي مؤخرا تضم بعض اللاعبين وابرزهم محمد شريف مهاجم الفريق. وتلقى محمد شريف عرضا خلال الايام الماضيه، عرضا من نادي فاتح يمرك التركي لضم محمد شريف، وتم ارسال خطاب رسمي للنادي الاهلي للاستفسار عن طلبات النادي. ويرغب مسؤولي الاهلي في الاستفسار عن موقف المدرب السويسري لبدء مرحله تفاوض مع النادي التركي وحسم مصير اللاعب سواء بالموافقة على رحيله خلال ميركاتو الصيف الجاري أو رفض العرض. وسجل محمد شريف الهدف الرابع للأهلي في الزمالك خلال مباراة القمة التي جمعت الفريقين أمس الخميس باستاد القاهرة في الدوري، وحسمها الأبيض لصالحه بالفوز ب4 أهداف مقابل هدف واحد. وبكده نكون انتهينا وصلنا لنهاية الفيديو. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.